السلام عليكم يا أحلى متابعين في الكون، ومرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب حكايات من. قبل ما نبدأ قصتنا ما تنساش تشترك في قناتي عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ قصتنا. أنا دكتورة فاطمة، عندي 38 سنة ومتزوجة. جوزي اللي عنده 42 سنة مدير عام لمجموعة شركات كبيرة، ودائما بيرجع من الشغل متأخر قوي، تقريبا الساعة 1 بالليل. بناتي الاتنين بيدرسوا برا مصر وعايشين مع أهاليهم، ما بينزلوش مصر غير في الإجازات. من حوالي سنة اشترينا فيلا جديدة في مدينة معروفه في الجيزة. بقت حياتي يومية قاعد لوحدي بحكم إن جوزي شغله بياخده، فما حدش عايش معايا في الفيلا غير أنا وهو. مع الوقت حسيت إنا محتاجين بواب بيهتم بأعمال النظافة والزرع حوالي الفيلا ويجيب لنا أي طلبات. كلمت جوزي في الموضوع ده، وساعة أولى كان رافض تماما. قال لي مش عايزين حد غريب يدخل بيتنا. قلت له ليه؟ بص على كل الفيلات حوالينا، مفيش فيلا تقريبا من غير بواب. سكت شوية وبعدين قال لي طيب سيبيني أفكر كده وأرد عليك. مشيت شوية ولما رجع سألته ها فكرت فين؟ إيه؟ قال لي ماشي مفيش مشكلة، بس مش هنختار أول واحد يجي، لازم نشوف كذا حد. نزلنا إعلان على فيسبوك بندور على بوادي لفيلا في المكان الفلاني. جوزي كان كاتب شرط إن البواب لازم يكون متجوز ويجي بأسرته، وعدد الأسرة ما يكونش كبير، طفلين بيكون كويس قوي. كتبنا رقم تليفون جوزي في الإعلان وجت له مكالمات كتير. حددنا يوم جمعة عشان جوزي بيكون في إجازة ويقدر يقابل المتقدمين. جه يوم الجمعة وفتح باب الفيلا. جوزي قابل واحد ورا التاني. بعد ما خلص قال لي بصي مفيش غير واحد بس اللي حسيت إنه كويس والباقيين ما ينفعوش. قلت له أوكي ماشي. سألته اللي اخترته ده هيبدأ معانا إمتى؟ قال لي قلت له قبل ما يمشي إني هكلمه وأقول له يجي إمتى. قلت له طيب، قلت له يجي بمراتي ولا لا؟ قال لي صدقي نسيت. طلع التليفون وأكلمه. قال له انت كويس بالنسبة لنا، بس دبر أمر مراتك. قال أنا مراتي حاليا في بلد والدها، ممكن تمشي الشغل. قال له بس دلوقتي وهي هتيجي خلال أسبوع بالكتير. جوزي قال له ماشي مفيش مشكلة. بعد 3 أيام لقيت جرس الفيلا بيرن. بصيت من البلكونة لقيت شاب عنده حوالي 28 سنة ولبس جلابية كويسة. قلت له أنت مين؟ قال لي أنا البواب الجديد يا هانم. نزلت وفتحت له الباب بس هو ما دخلش، ساكن واقف برا. قلت له اتفضل، واقف ليه؟ قال لي تسلمي لي يا هانم ودخل. سألته اسمك ايه؟ قال أنا أحمد. قلت له عندك كام سنة؟ معاك شهادة؟ قال لي معيش غير الإعدادية. قلت له اشتغلت بواب قبل كده؟ قال لي بصراحة لا يا هانم، أنا ما اشتغلتش بواب قبل كده، بس أي حاجة هتطلبيها مني أنا تحت أمرك. قلت له أنت شكلك كده جاي تتعلم عندنا. قال لي لا يا هانم والله، أنت تشوفي وتشغلي وأنا هعمل إيه؟ قلت له هنشوف. خدته ووريته أوضته اللي هيقعد فيها. قلت له دي أوضتك وفي جرس هنا، هنتبه هيكون قريب منك بحيث لو احتاجنا حاجة نرن الجرس عليك وتيجي بسرعة. قال لي تمام يا هانم. اللي لاحظته وأنا بقريه الأوضة إنه ما بصش على الأوضة ولا بيفرد عليها، كان مركز معايا أنا وعمال يبصلي بتركيز. قلت عادي يمكن بيستنى أو بيسمعني. قلت له هسيبك تظبط الأوضة بتاعتك، ولما تخلص تبقى جاهز للشغل اطلع لي فوق عشان أقولك الشغل اليومي المطلوب. قال لي حاضر. بعد حوالي ساعتين وسمعت صوت باب الشقة اللي أنا فيها بيتفتح. كنت وقتها باخد شاور. قربت وأخلص، هو عمال يرن الجرس كتير ومش مستنى. لبست الرداء وخلعت وفتحت له الباب. قلت له ايه، رنيت مرة واتنين وما حدش رد، خلاص لقيت ماسك وشه وفتح عينيه عليا. قلت له انت سامعني؟ قال لي سامعك طبعا، انا اسف، طب انا هنزل واجي وقت تاني واستنى. ادخل وانا هلبس واجي لك. قال لي ماشي يا هانم. دخل وقعد في الصالون وانا كنت خايفة قوي.
سكت الباب وخلعت الرداء وبدأت البس. طبعا الدنيا كانت فاضية وصوتي سامع. سمعت صوت حركة خفيفة عند باب الأوضة من برا. بصيت ناحية الباب، حسيت بخبط ورا الباب كده، وكمان الباب كان في فتحة صغيرة للمفتاح اللي دايما بتكون منورة، لقيتها غامقة كده ومظلمة. شكيت إن بيطالع عليا. لبست بسرعة ورحت لناحية الباب، لقيت خيال ماشي بسرعة وسمعت صوت دبدبة رجلين، حد بيدخل بسرعة. فتحت الباب لقيت قاعد مكانه. ما رضيتش أقول له إني شكيت فيه. قلت له معلش اتأخرت عليك شوية. قال عادي خذي راحتك يا هانم. دخلت وفضلت مركزة تاني عشان أسمع لو في أي حاجة ناحية الباب، بس ما لقيتش أي حاجة حصلت تاني. قلت يمكن كان بيتهيالي وأنا ظلمته. لبست هدومي وخرجت. كانت الساعة 12 الظهر تقريبا. الحمد لله. قلت له يبقى مهامك اليومية هي تنظيف أوضة الفيلا واهتمام بالزرع والشجر اللي في الحديقة. قال لي تمام يا هانم. سألته انت بتشرب سجاير؟ عشان بيني وبينكم ما بحبش اللي بيشرب سجاير خالص. قال لي لا الحمد لله مش بشرب. قلت له كويس، هنحدد وقتك، انزل وأبدأ شغلك دلوقتي. وانا دماغي عمالة تفكر في اللي حصل ده، هل كان حقيقي ولا لا؟ هل كان بيطلع عليا وانا كنت بيتهييلي؟ بصراحة مش عارفة. وكلامي معاه عموما في الأيام دي بقى حذر شوية وهيزيد تنمر شوية. كانت الساعة 5، لقيت جوزي بيتصل. قال ايه الأخبار؟ أخبار البواب الجديد ايه؟ هو ده جه؟ قلت له جه. قال لي ايه؟ واقف معاك كويس؟ قلت له تمام. طبعا ما قدرتش أقول له أي حاجة حصلت. قفلت معاه المكالمة وده سايب فتر الأكل. طبعا أحمد جاب لي الأكل عشان المفروض أبعت له زيادة الأكل وأنا عاملة. بعد ما خلصت خرجت البلكونة وناديته عليه 3 مرات وما ردش. فاستغربت، قلت راح فين ده؟ نزلت إلاقيه ما لقتوش في أوضته ولا في الحديقة. قلت معقول يكون مشي. طب إيه اللي حصل؟ وأنا حتى مش معايا رقمه. اتصلت بجوزي قال له إنه مشي، وبص كده لقيت باب الفيلا سايبه مفتوح. قلت يمكن بيجيب حاجة، وفعلا بعدها ب5 دقايق سمعت صوت باب الفيلا بيتقفل. بصيت من البلكونة لقيت هو. رحت نازلة وأنا متعصبة جدا وقلت له كنت فين؟ قال لي رحت أجيب حاجة. قلت له ما تتحركش وتسيب الفيلا من غير سبب إلا لما تعرفيني، فاهم ولا لا؟ قال لي حاضر حاضر يا هانم. طبعا أنا متضايقة جدا وكنت منفعله جدا. قلت له تعالى فيه أكل ليك. وأنا بكلمه بكل عصبية ولفيت وطلعت من السلم وهو طالع ورايا. جيت وأنا طالعة من كتر عصبيتي ونفسيتي ما أخدتش بالي من درجة السلم فوقعت، بس لحقت نفسي وسندت على إيدي وهو كان ورايا. فجأة لقيت ماسك إيدي وبيقول سلامتك يا هانم على مهلك. قلت له خلاص أنا أقوم، وهو ماسك إيده قال لي لا هطلعك وعلى مهلك. كان جنبي وفضل ماسك إيدي لحد ما طلعت حوالي 10 درجات. قلت له خلاص يا أحمد يعني شكرا أنا كويسة. حسيت مش عايز يسيب إيدي، رحت شدتها كده وسحبتها وقلت له تعالى خد الأكل. دخل ورايا المطبخ وشرب العصير وعطيته الأكل. قال لي تلم إيدك يا هانم ده كتير ونصيبي. قلت له لا مش كتير وأي حاجة عايزة أقولي. راح واخد صينية الأكل وطلع. فضلت أفكر في ماسك إيدي وده قصده كده ولا ده تصرف عفوي، وأسأل نفسي. وقت لما ماسك إيدي حسيت إنه مش عايز يسيبها. دخل في بالي لو جوزي اللي شافني وقعدت ما أعتقدش إنه كان هيعمل كده. قلت كتر خيره، كويس إن في حد بيخاف عليا. كفاية إني قاعدة لوحدي عشان لو حاجة حصلت لي في أي وقت لقوي حد موجود. كانت الساعة جت على الليل. سمعت صوت عربية جوزي وهو بيديله كلاكسات للبواب عشان يفتح له الباب. البواب خرج يبص العربية ما يعرفهاش. لقيت جوزي بيقول له الحمد لله على السلامة يا بيه. جوزي قال له الله يسلمك، افتح بقى الباب عشان أدخل. قال له لا مؤاخذة يا بيه، وراح فتح له الباب. جوزي طلع وسلم عليا ودخل ياخد الشاور. بعد ما خرج قال لي أخبار الولد ده إيه؟ قلت له لا ده ولد كويس ومطيع وبيسمع الكلام. قال لي طب كويس، لو في أي حاجة كميني. قلت له لا ما تقلقش طمن إن شاء الله ما فيش حاجة.
قدمت له العشاء وقعدنا نتغدى. بعدها دخلنا نام عشان بيصحى بدري الصبح الساعة 8 الصبح والمنبه بيرن. قلت لجوزي انت جبت الجرس اللي هنركبه تحت عند أحمد عشان لو احتاجنا حاجة؟ قال لي والله نسيت خالص. عموما خدي رقم أحمد ده هو لحد ما أجيب الجرس. أخدت منه رقم أحمد وهو نزل وراح الشغل. أنا كملت نوم وصحيت على الساعة 10. خرجت البلكونة لقيت أحمد بيسقي الزرعة برا الفيلا في الشارع. كان لابس اللبس الداخلي بس وكان شكله ما ينفعش خالص. احنا في مكان ما ينفعش فيه الكلام ده. نزلت جري لتحت قلت له تعالى أكفي المية بسرعة. أول ما دخل الفيلا قلت له انت ايه اللي لابسه ده؟ انت فاكر نفسك في البلد بتاعتك؟ ما ينفعش الكلام ده. أدخل البس حاجة وما تطلعش بالشكل ده تاني في الشارع. قال لي حاضر يا هانم، ودخل لبس الجلابية بتاعته وخرج يكمل. وانا طلعت بصراحة فكرت اجيب له لبس، هو قاعد معانا وشايفينه عندنا برضو يخصنا. وفعلا اخدت العربي ونزلت اشتريت له 3 رنجات. رجعت فتح لي الباب، دخلت بالعربية ونزلتي اديت له الشنطة. قلت له دول عشانك يا أحمد. فرح جدا وقعد يشكرني كتير. سألني جايبه حاجة تانية عشان يعني أطلعها لك؟ قلت له لا، وطلعت. قعدت شوية ودخلت أحضر الغدا، لقيت حاجات كتير ناقصة. قلت أبعت أحمد يجيبها لي. مسكت كيت الموبايل وطلعت رقمه واتصلت بيه. لقيت بيرد عليا. قلت له ايوه يا أحمد. قال لي ايوه مين معايا؟ لقيت ما يعرفش صوتي. قلت في نفسي حلو قوي، لا أشوف مين الولد ده. قلت له انت مش عارفني؟ قال لي لا والله مش واخد بالي مين حضرتك. قلت له انت محمد ولا أحمد؟ طبعا أنا بقول له كلام عشان يعني أحسسه إن المكالمة دي مش جاية مني. هو قال لي أنا أحمد. قلت له طيب خلاص، أنا اتصلت برقم غلط، أنا طالب محمد. قال لي طيب معلش يا فندم، محمد ولا أحمد مسرقش كتير. قلت في بالي طيب حلو قوي، تعال بقى. قلت له أنت منين؟ قال لي أنا من الصعيد. قلت له ساكن في الصعيد؟ قال لي لا، ساكن في القاهرة. قلت له عندك كم سنة؟ قال لي 35 سنة، وده كان قايل لنا 28. وسألني وانت اسمك ايه؟ قلت أنا اسمي فاطمة. سألني عندك كم سنة؟ قال لي أنا مبسوط إني بكلمك قوي. قلت له أنت متجوز؟ قال لي لا طبعا. هنا أنا اتصدمت. قلت له طيب أنا هقفل عشان ماما جاي ومش هعرف أتكلم معاك دلوقتي. طبعا أنا كنت في ذهول تام. هو كان قايل لنا إنه متجوز وأسبوع وهجيب مراته، وقعد 3 أيام تقريبا ولسه ما جابهاش. قلت يمكن بيقول كده عشان يخليني مكملة معاه في المكالمة، يعني بما إنه واحد مش متجوز. رحت ناديت عليه من البلكونة وقلت له كنت فين بقى من شوية؟ ناديت عليك مرضتش. قال لي معلش ما أخدش بالي. وحسيته كده وهو بيكلمني إنه كان مبسوط جدا من المكالمة. سألته هي مراتك هتيجي إمتى؟ قال لي ممكن بعد 4 أو 5 أيام. قلت له ماشي. وأنا بحضر الأكل لقيت التليفون بتاعي بيرن بقص. لقيت أحمد بيتصل. طبعا هو كده ما بيتصلش بي أنا، يعني بيتصل بفاطمة زي ما هو فاكر. رحت مردتش عليه، راح اتصل تاني. رحت قفلت التليفون على طول. لما خلصت الأكل رحت فتحت التليفون، تقريبا جت له رسالة إن أنا فتحته. لقيت بيتصل، رديت عليه وقال لي انت مش بتردي عليا ليه؟ قلت له معلش أهلي كانوا موجودين ومعرفتش أرد عليك. قال لي ولا يهمك، وعلى فكرة صوتك حلو قوي وأنا حبيته. هو قال لي كده وأنا مقدرتش أرد إيه اللي صب أعصابي. قلت له ليه؟ هو حلو. قال لي حلو قوي، يا ريت كنت جنبك عشان أسمعه على طول من غير تليفون. قلت في نفسي يرفع عقلك بالي يخرب بيتك. رحت قلت له ده من ذوقك بس. وقلت له انت عايش مع مين؟ قال لي انا عايش لوحدي. وقلت له ما زهقتش من الوحدة؟ قال لي زهقت قوي ونفسي في حد يكون قريب مني كده وانا هديله عنيا. قلت له
ربنا يرزقك ببنت الحلال. قال لي يا رب. قال عارف، كان نفسي أشوفك قوي، لو كان معايا تليفون حديث كنت خليكي تبعتي صورتك، كان أرسل تشوفها قوي، بس للأسف التليفون اللي معايا ما ينفعش. قلتي إن شاء الله لما تجيب تليفون يبقى ابعت ليها لك. معلش أنا هقفل معاك دلوقتي عشان مش عارفة أتكلم. بيني وبينكم فكرت إني أجيب له تليفون، بس ما كنتش عارفة أجيبه بمناسبة إيه وليه. قعدت أفكر في فكرة كويسة ونزلت اشتريت تليفون حديث، بس برضو مش عايزة أعرفه إني جايب له جديد عشان ما يشكش في أي حاجة. نديت عليه طلع لي. قلت له أنا عايزاك بعد ما تقص الزرع وتكشيه وتنظف قدام الفيلا كل يوم. تصور ليه شكل الزرع والشارع قدام الفيلا وتبعتهم على الواتساب يوميا. قال لي والله التليفون اللي معايا ما بيصورش ومش هعرف أبعث لك الصور اللي انت عايزاها. قلت له وريني كده تليفونك. وراني التليفون لقيت قديم جدا يدب يتصل وبيقفل. قلت له طيب كان في تليفون مركون عندي أبقى أشوفه وأديلك. ونزلت طبعا فتحت هلبته التليفون عشان ما يشكش إنه جديد وشاريله مخصوص. اللي بعدها بيومين نديت عليه وقلت له التليفون إيه ولقيت لك. وطبعا افتكرت إنه مش هيعرف حتى يشغله ولا يعرف الواتساب أصلا. قلت له اقفل الباب بتاع الشقة تعال اقعد جنبي هقولك تعمله ازاي. هات الموبايل القديم كده. وخدت الموبايل القديم منه وفككت الخط بتاعه وحطيته في الموبايل الجديد. كان قاعد جنبي وكان في مسافة ما بينا حوالي 50 سنتي. نزلت له الواتساب وبدأت أشرح له هو يعمل إيه. طبعا أنا سجلت له رقم تاني اللي هو مش بيتصل منه عيايا، هو ما يعرفوش. قلت له تمام كده فهمت ولا لا؟ قال لي لا والله مش قوي، عادي تاني يا هانم. قلت له طيب ركز عشان مش هشرح تاني. قال لي حاضر. وهو بيقول حاضر لقيت قام ومتحرك قعد جنبي، يعني لمسني ولزق فيا. في اللحظة دي أنا قلبي بقى يدق بطريقة غريبة وحسيت إني مش مركزة إني أشرح له أصلا، بس قلت لازم يعني أجمل نفسي وما يبانش عليا أي حاجة. بدأت أشرح له تاني هيعمل إيه، ومع الوقت حسيت إن جسمي بدأ يحس بإحساس أول مرة أحسه. قلت له كده تمام؟ قال لي تمام. اديت له الموبايل وقام ونزل. وفي اللحظة دي أنا حسيت إني ضايقت قوي إنه قام ومشي. أول مرة أحس بالإحساس ده. وبعدين لقيت نفسي كده ما ينفعش، هو إحساس حلو قوي وكل حاجة بس ما ينفعش، لدرجة إن تفكيري في جوزي هيرجع إمتى وحضرت له أكل إيه، أو حتى اتصل بيه في الشغل، واهتمامي بيه ابتدى يقل تدريجيا. واهتمامي بأحمد بقى بعد ما أخد التليفون الجديد ونزل بعدها ساعة لقيت بيتصل بيه على الرقم اللي مش معايا عشان يكلم فاطمة الجديدة. رديت عليه ولقيت بيقول لي عشان تعرفي إنك غالية عندي قوي، رحت اشتريت تليفون مخصوص عشانك وعشان أسمعك وأشتاق لك وأشوفك وأشد نهارك. للدرجة دي هيسعدني إنك تردي. والله وأشتاق لك قوي. قلت له مشتاق ليه؟ هو أنت تعرفني أنا مين؟ قال لي لا بس حبيت صوتك قوي ونفسي أشوفك. قال زيان هالسنه مش هتبعت صور، مش هترسل صور لحد؟ قال لي ليه؟ عشان أطمن. قلت له طيب هفكر وهشوف ولو ينفع هبعث لك. قال لي طيب أنا مستنيك وإن شاء الله توافقي ونشوف، وبعد إذنك أنا هقفل عشان مش عايزة أتكلم. طبعا أنا مستحية أبعث له صورتي. رحت جبت صورة من الإنترنت وقلت أول ما يكلمني ويسألني أروح أبعتها. اليوم اللي بعده اتصل بيا وقال لي إزيك يا قمر وحشتيني. قلت في عقلي بيقول لي واحدة بقى، زمان ما سمعتش الكلام الحلو ده كمان. لقيت بنفسي بقول له وانت كمان وحشتني، وحسيتها فعلا مطلعة من قلبي. قال لي طيب طالما وحشتيني خليني أشوفك. قلت له ماشي هبعتي معاك وهبعت لك صورتي. وسلمت معاه ورحت بعتت له الصورة اللي كنت جايباها من الإنترنت. لوحده أموره قوي. أول ما بعتها له بصلي واتصل ورا بعض كتير قوي. رديت عليه وقلت له في إيه؟ بتتصل كتير ليه؟ قال لي انت زي القمر يا حبيبتي،
اللي عايشين معاكي. وفضل يقولي كنت حلوة، وأنا من كتر الكلام الحلو اللي بيقولولي وأنا مبسوطة ما كنتش عايزة أقفل معاه أصلا. قلت له أنا أول مرة أعرف الصعايدة بيعرفوا يقولوا الكلام الحلو ده. قال لي أنا عايزة أفضل أتكلم معاكي وأسمع صوتك، ده حلو قوي. أنا بقى من كلامه الحلو ده حسيت إيه؟ بقيت أبدأ أتعلق بيه. ما ينفعش يوم يعدي من غير ما يكلمني واسمع منه الكلام ده. لو حصل يوم من غير ما يكلمني بحس إن في حاجة نقصاني. جوزي بقى رجع من الشغل وسألني عن حال أحمد وبيقول لي هو جه مراته ولا لأ؟ وأنا لا، قلت له لأ. قعدتش. قال لي لأ. قلت له لأ. قال كده عاد أسبوع وهو قال إن مراته هتيجي في خلال 4 أو 5 أيام. اتصل بأحمد وقال له تعالي لي وسأله عن مراته. أحمد قال له هي يومين وهتيجي، وهي بس بتشاور أهلها. جوزي قال له ما عنديش الكلام ده، يومين ومراتك تكون هنا. قال له حاضر. أنا بصراحة قدرتي ضعفت قوي، وقعدت أفكر وحسيت فعلا إنه مش متجوز، وكان بيقول كده عشان يشتغل. اليومين عدوا وماتش مراته. جوزي سألني مراته جهت ولا لأ، وبدأ يقول لا أنا ما عادش. قال لي خلاص أنا كده همشي. هو قال لي أنا همشي من هنا، وأنا من جوايا هتجنن. وإيه ما تمشيليش؟ قال لي مش ده شافت أنا مش قوي وافتره. مظبوط، شافت أنا مش قوي وارتاحوا، وعشان اللي هتيجي ده ما نعرفوش ولا نعرف طبعه إيه ولا حياته إيه، وهو كويس ولا مش كويس. أما ده بقى إني عاشرته 10 أيام، إيه دخل علينا وهو ولده محترم وكويس وممتاز. وبعدين برضو فكرت وإيه لو جايب مراته في عياله؟ مش دي برضو هتبقى مصاريف علينا؟ قال لي لا، ولا مصاريف ولا حاجة، وافتكروا واحد كده لوحده أحسن. بصراحة هو نافعنا، ولو شفت منه أي حاجة غلط أكيد كنت هقولك. لقيت جوزي بيقول لي أنت مسؤولة قدامي، لو في حاجة حصلت هيمشي. قلت له تمام. فرحت قوي إنه وافق وإنه هيقعد معانا. تاني يوم بعتت لأحمد وقلت كلامي بص يا أحمد، خلاص مش لازم تجيب مراتك، طالما انت قايم بشغلك على أكمل وجه مش لازم تجيبها. قال لي كويس، الحمد لله يا ست هانم. أنا برضو كان صعب إني أجيبها علشان مش هعرف أقنع أهلها. قلت له مفيش مشكلة. قلت له على فكرة بلاش كلمة هانم اللي بتقولها لي دي، أنا دكتورة. يوم كنت تعبانة جدا وعندي برد شديد قوي وسخونة، ومش قادرة أتحرك، نايمة على السرير وعايزة علاج. اتصلت بيه وطلع لي ووقف قدام الأوضة. قلت ادخل يا أحمد. ده كان أول مرة يشوفني وأنا نايمة وتعبانة ومش قادرة أقوم. قلت له يا أحمد هات الورقة وقلم اللي في الدرج. طبعا أحمد بقص، لقيت سرحان فيا ومش معايا أصلا، حسيت إنه مش سامعني وقفله. أحمد قال لي نعم يا دكتورة. قلت له هات الورقة والقلم عشان هبعتك تجيب لي حاجة. قال لي إيه؟ سلام عليك يا دكتورة ونزلة. جاب العلاج ورجع. قلت له هاتي كوباية 100 من المطبخ. راح جاب لي كوباية 100 وأخدت الدواء. كان في كرسي جنب السرير لقيت قعد عليه. قلت له انت قعدت ليه؟ قال أطمن عليك أولا. قلت له شكرا أنا كويسة. قال لي لا والله لازم أطمن عليك قوي. ولقيت بيحط إيده على راسي. قال لي ده انت سخونة قوي. قلت له ما أنا أخدت برشام والسخونية هتروح. قال لي طب عشان حائف على رجلي أعمالك تمام بقت علشان السخونية تنزل؟ دي غلط، دي هتنزل على المخ وانت أكيد دكتورة وعارفة. وفي بالي عمالة أفكر أقول له إيه، وقلت له ماشي يا أحمد. أنا بصراحة من جوايا فرحانة باهتمامه وفرحانة بخوفه عليا، وإني مش بلاقي الكلام ده من جوزي وبلاقيه من أحمد إمتى. ومع ذلك وفي نفس الوقت في العلاقة اللي بيني وبين أحمد تطورت عن كده، لأنها فعلا كده هتطور. أنا مسكت نفسي مرة واتنين وتلاتة، لكن أنا أكيد هجدي في مرة. أنا نفسي مش هقدر أمنع نفسي. قلت له أنا مش عايزة أوصل للمرحلة دي مهما كان. جوزي حرمني من حاجة ولا إني في يوم من الأيام أعمل كده مع حد غريب. بدأت أفوق لنفسي وما بدأت، وأحمد يخلص إلا بلبس قميص وكلامي معاه بقى رسمي، وهو لاحظ كده وقرر إن ريحته ما تتعديش وشاف شغله كويس. أنا همشي، بس بقى بيجيلي أوقات بيني وبين نفسي
وأنا بضعف وببقى محتاجة، مش عارفة الصراحة أعمل إيه يا جماعة. بعد فترة أحمد لاحظ إن كلامي معاه بقى رسمي جدا، وإني ما قعدتش أهتم بيه زي الأول. في يوم كنت قاعد وحدي في الصالون، لقيت دخل عليا، كان شكله متغير وباين عليه الحزن. قال لي: يا دكتورة، أنا عايزة أتكلم معاكي في موضوع مهم. قلت له: اتفضل يا أحمد. قال لي: أنا عارف إن الفترة اللي فاتت حصل مني حاجات ما ينفعش تحصل، وإني عملت حاجات غلط. سكت شوية وبعدين كمل: أنا كذبت عليكي في موضوع جوازي، وأنا مش متجوز. أنا عارف إن ده كان غلط كبير، بس أنا كنت عايزة أشتغل وأصون نفسي، ولما حسيت إن في بيني وبينك مشاعر خفت أمشي من هنا. كلامه صدمني، بس في نفس الوقت كنت متوقعه. قلت له: طيب يا أحمد، أنت عارف إن ده ما ينفعش، وإحنا اتفقنا على شروط. قال لي: أنا عارف يا دكتورة، وعشان كده ما قربتش أمشي. استغربت، قلت له: تمشي ليه؟ قال لي: عشان وجودي هنا غلط، وأنا مش عايزة أكون سبب في أي مشاكل ليكي أو لجوزك. أنا أسف بجد على كل اللي حصل. بصراحة حسيت بحزن غريب. مع كل الأخطاء اللي عملها كان عنده جانب طيب وكمان حقيقي. قلت له: طيب يا أحمد، اللي تشوفه لما تحتاجه مشي. في نفس اليوم بعد ما مشى حسيت بفراغ كبير. جوزي لاحظ ده وسألني أكتر من مرة، بس أنا ما قدرتش أحكي له كل حاجة. قلت له إن أحمد لقى شغل أحسن وبيمشي. مرت الأيام وبدأت أرجع لحياتي الطبيعية. يمكن كان اختبار ليا عشان أراجع نفسي وأشوف أولوياتي. يمكن كان لازم يحصل كده عشان أقدر أركز في بيتي وعلاقتي بجوزي. مش عارفة، بس الأكيد إني استفدت درس مهم. يا ريت تدويني رأيكم في التعليقات. هل النهاية دي مناسبة؟ وإيه رأيكم في إنه حصل؟